ربي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبيباتي، في هذا الشهر الفضيل ما ننساوش الدعاء. الله يرحم موتانا ويشفي مرضانا ويحقق احلامنا يا ربي يا كريم. ونقولوا بسم الله. اول حاجه عندي كاس ديال سانطير اللي هو هذا. انا ما غاداش ندير روز كلاصي هاد المره، درت كاس ديال سانطير، غسلته مره وجوج وثلاثه، ومن بعد عمرت عليه الماء وخليته حتى نحتاجه. هنا عندي خيزو والبطاطا اللي نقيتهم وغادا نقردهم على شكل رقيق. ملي غادا نكمل انا غادا نضيف واحد الكاس ديال الجلبانه. صراحه انا عبرتي بيديا وانتم لكم الاختيار، تضيفوا اي نوع ديال الخضار عندكم. من بعد ما كملت في الكوكوت ولا الطنجره ديال الضغط، خويت هذاك السانطير وغادا نضيف عليه الخضار. وبهذاك الكاس اللي عبرنا به السانطير في الاول غادا ندير 3 الكيسان ديال الماء، وغادا ندير شويه ديال الملحه، وغادا نسد الكوكوت ونحطها على نار اقل من متوسطه. غير كتبدا دير ديك كنحسبوا ليها 5 دقائق بالضبط وكنطفيو عليها. هنا عندي الفلفله خضراء وحمراء والخس، غادا نقردهم حتى هما ونخليهم جانبا. بالنسبه للمايونيز انا حتى عندي ياغورت طبيعي في الدار، داكشي باش عبرت بهذا الكاس هذا. علبه ديال ياغورت طبيعي اللي غادا نضيف عليها 2 قطع من الجبن المثلث ولا المربع اللي متواجد عندكم. غنضيف شويه ديال الزعتر، واحد الفص ديال الثومه الا كان كبير كانوا صغار غادي نديروا 2، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، معلقه ديال الخل ولا ديال الحامض، 2 معالق ديال زيت العود، مايونيز وجد. من بعد ما طحنتهم مزيان عاد ضفت معلقه ديال المعدنوس وغادا نطحنيه نص طحنه، نص طحنه وصافي باش كتبقى ديك الخضوريه شويه. هاد مايونيز اللي زوين فيه وانا ساليته قبل ما نخدم به، ساليته بالخس والفلفله اللي زوين فيه انه يمكن لك تحتفظي به في الدفا ديال الثلاجه، ولكن المده غير ديال يومين 3 ايام، حيت فيه الثومه. داكشي علاش نحتفظوا به في الثلاجه مده ديال يومين ولا 3 ايام، ولكن كيجي روعه، يجي زوين بزاف. المهم غادي نديروه في قريعه ونحكموا الغلق ديالها ونحطوه في الدفا ديال الثلاجه. وها هو واجد. هنايا الكوكوت فت غنحسبوا لها 5 ديال الدقائق بالضبط. بعد 5 دقائق ها هو كيجي واقف على رجليه، لا خضره ولا لسانطير. غادا نخويه في شي شبيكه باش يطير منه هذاك البخار ديالو صافي. ودرتو هنايا في هذا الاناء ونضيف عليه الفلفله، وغادا نضيف مايونيز، وغادا نخلطهم مع بعضياتهم. وغادا نجيب هذاك المول ديال كيكه الطويل، وانتم لكم الاختيار ديروا فاش ما بغيتو، يمكن لكم تحطوها هكا في الطبيصلات. المهم انا جبت المول ديال كيكه الطويل ودرت فيه بلاستيكه وخويت شلاضه، قديتها بالمعلقه وجمعت الميكه من الجناب وديته للثلاجه حتى احتاجيته لقيته بارد. جبت طبسيل طويل حتى هو ياكل شي طويل، جبت طبسيل طويل وحطيته بالطول وقلبته بالطول. ايوا وخرجت بهذا الشكل هذا، جات غزاله. هذاك الخص اللي درنا زوقت به شويه بالجنيبات هكا تك 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 في الجنيبات، عطاها واحد المنظر. عرفتي هذا السانطير في شلاضه جا كيحمق والله الا جا غزال مع مايونيز منزلي ما نقولش لكم جا واعر. المهم من بعد خديت زيتون كحل ودرت له عوينات الوسط، وها الطبسيل ديال الشلاضه ديالنا صحي 100%. نتمنى اقتراح اليوم يعجبكم وبسلام عليكم.